عقلوا على هاد الهضره مزيان. المنتخب المغربي غادي يفوز امام الباراغواي ب3-1. غيسجل هدف في الشوط الاول وهدفين في الشوط الثاني، لكن سجلوا معكم هذا الفيديو وحطوا لنا التوقعات ديالكم في التعليق. بهدف العناوي والخنوس يا جماعه، منتخب المغرب على اي فرقه في العالم هيدوس. منتخب المغرب يفوز على باراجواي يا جماعه 2-0 يا جماعه، وعملوا مباراه ولا احلى ولا اروع من كده. انا قلت لكم بهدف العناوي والخنوس منتخب على المغرب على اي فرقه في العالم هيدوس. مبروك لأسود الأطلس، عملتوا مباراة رائعة. شكرا للجمهور اللي حضر، شكرا لمحمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب الجديد. ايوه كده يا رجاله، منتخب المغرب ملهوش كبير، منتخب المغرب هو الكبير. 2-0 يا جماعه على باراجواي في عز ما المنتخبات العربيه مش عارفه تعمل ايه في المباريات الوديه. منتخب المغرب هو المنتخب الوحيد اللي بيرفع الراس يا جماعه. مبروك علينا بصراحة، تشكيلة جديدة مع المدرب جديد ومع لاعبين جديد. مبروك علينا الفوز، مبروك علينا الفوز على الباراغواي كما كتشوفوا بتشكيلة جديدة وبلاعبين جديد. محمد وهبي دخل بخطة جديدة، وكما كتشوفوا التغييرات اللي كانوا بزاف ديال اللعابة اللي كانوا جداد كما كتشوفوا، بحال الطالبي اللي تبارك الله عليه قدم مباراة رائعة. مبروك علينا، كل واحد يعطينا الآراء ديالو في التعليق. وديما مغرب وتحيه للمغاربه من طنجه القويره، وتحياتي لكم من عند امين فلاحي من مدينه عين عشيق، وتحيه لجميع المغاربه. ومبروك علينا هذا الفوز هذا، وان شاء الله تكون المفاجاه في كاس العالم اللي غيتنظم في امريكا في 2026. بقات لي شهرين و10 ايام غيبدا الافتتاح ديال كاس العالم، وان شاء الله كل المنتخب الوطني تكون المفاجاه، وان شاء الله يفرحونا ويفرحوا الشعب المغربي. وتحياتي ديما مغرب، الله يدير الخير. شوف واسمع، المغرب كيخلع اليوم. المنتخب المغربي غير في الشوط الثاني كيماركي جوج ديال اسيستات مع اشرف حكيمي. الاوليه استغل بلال خنوس والثانيه استغل نايل عناوي. صراحه انا قلت لكم ان المنتخب المغربي غادي مزيان. المدرب محمد الوهبي عارف شنو كيدير. الشوط الاولي ضد الباراغواي خرجنا ب 0-0 تعادل سلبي، ولكن محمد الوهبي عرف السيستيم ديال الباراغواي. وهانتوما في بدايه الشوط الاول جوج الاهداف كنشوفوا، ومازال العاطي يعطي. شوط اول عالمي من المنتخب المغربي امام منتخب باراجواي انتهى 0-0. بكل صراحه وبكل امانه بتفرج على المنتخب المغربي حاسس انا بتفرج على منتخب اوروبي بيلعب ضد منتخبات اوروبا ومنتخبات امريكا الجنوبيه بشكل اكتر من رائع. النهارده المنتخب المغربي بيثبت ان اللي عمله في كاس العالم مش مجرد صدفه، ده الناس تقريبا رايحه تحقق انجاز احسن من الانجاز اللي قدموه. النهارده المنتخب المغربي الشوط الاولاني بيقدم كوره، اشرف حكيمي بسم الله ما شاء الله من هنا يا ابني، وانا راجل مصري وبقول لك انت افضل لعيب في افريقيا بكل صراحه. لعيب ظهير بكل صراحه، جناح تلاقيه، اوفرات تلاقيه، مهاره، تسديد، كل حاجه. النهارده بسم الله ما شاء الله 5 وخميس على اشرف حكيمي. خليني النهارده اقول ان افضل قرار عمله المنتخب المغربي بقياده الاسد فوزي لجع تعيين وهبي مدير فني عملاق. فاكر انت ايام ما وليد الركراجي كان بيلعب مع منتخب زيمبابوي وبيلعب مع اوغندا مباريات كانت فاشله؟ النهارده تلعب ضد باراجواي، النهارده بتقدم اسم المنتخب المغربي وبتوصل رساله لبلاد اوروبا وبلاد امريكا الجنوبيه. المغرب قادم لغزو كاس العالم. يا جماعه انا مش هخبى عليكم، المنتخب المغربي بيقدم اداء اسطوري واداء عالمي، وانا راجل مصري النهارده وفخور ان انا بتفرج على المغرب وهو ماسك باراجواي بيديها 2 مع الرأفة. انقل معاكم بقى المباراة مصر واسبانيا. مش هقول لك المنتخب المصري منتخب رديء، لا بيلعب مباراة حلوة ومباراة جميلة، بس يا جماعة ما عندناش العناصر المغاربة اللي عند المغرب. يا جماعة انا بتفرج على اسبانيا ومصر بيقول لك اصل الاستحواذ 50-50. 50-50 مين يا ابني؟ احنا منتخب انا ما شفتش الجون بتاع اسبانيا الا في كرة عمر مرموش. المنتخب المصري بيقدم كوره على فكره، مش هقول لك اللي هو بيقدم عك، لا بيقدم كوره وغياب نجمه الاول محمد صلاح. لكن المنتخب المصري لما تيجي تقارنه مع المنتخب المغربي فرق السماء والارض. النهارده المغرب بيكسب باراجواي مع الرأفة، النهارده المغرب بيوصل رساله وبيقول للجميع انا جاي اخد كاس العالم، انا مش منافس اللي انا جاي انافس على دور المجموعات ولا انافس على ربع النهائي ولا النهائي، انا جاي اخد كاس عالم.
احذروا من المغرب، احذروا من الكابوس. مبروك، الف مبروك. المنتخب المغربي كيفوز على الباراغواي ب2-1. اهداف زوينه، ولكن راه حتى الباراغواي زقلوا بزاف ديال الاهداف، لولا بونو، لولا الدفاع، لولا الحظ. المهم هادو هما الماتشات اللي كنا كنتسناو. ضروري ما تلقاهم بحال هكا قاصحين. راه لعبتي مع الباراغواي، لعبتي مع فرق اللي كبيره، لعبتي مع فرق اللي كتمتحنك واللي كتعرف المستوى ديال المنتخب ديالك. واخا ما نقدروش نحكموا على المنتخب المغربي دابا حيت مازال يلاه هذا ثاني مباراة عند وهبي، مازال يلاه كيقلب. واخا شفنا واحد الثلاثي اللي صراحة ثنائي زوين، كان جسيم كيعطي حكيمي عطى الخنوس، ماركينا البيت الاول. نفس الطريقة عاوتاني في الهدف الثاني اللي كان جسيم تمريرة حكيمي تمريرة العناوي، والهدف الثاني. المنتخب ديال الباراغواي تا هما زقلوا بزاف ديال الاهداف، وتحيد لهم واحد الهدف تسلل، وماركاو الهدف ديالهم ضربة رأسية. اللي نقدروا نحكموا عليه هو ان المنتخب المغربي في المباراتين الجوج الوديه اللي دار كان واقف. نتوما قولوا لنا شنو بان لكم في المنتخب المغربي. تهلاو.